يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده شاورما كريسبي بطريقه ولا احلى ولا اروع من كده. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. شايفين بقى الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. شايفين الجمال؟ طب صدور فراخ او وراك فراخ زي ما انتم شايفين كده. ده نص كيلو صدور فراخ على وراك. هحتاج زي ما انتم شايفين كده ده معلقه صويا صوص او معلقه دبس رمان. هحتاج معلقه كاتشب. هحتاج نص كوبايه لبن رايب او زبادي. ربع كوبايه زيت زيتون. هحتاج معلقه كبيره خل. هحتاج في البهارات بتاعتي بقى البهارات الشاورما: بابريكا، بصل بودر، توم بودر، كزبره، كمون، قرفه، جنزبيل، فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده اهو. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي كلها كده زي ما انتم شايفين. هنزلها بيها كده. ممكن تستغني عن هنزل بكده معلقه الصويا صوص، زيت الزيتون. ممكن تستغني عن زيت الزيتون. معلقه خل اهي زي ما انتم شايفين. الزبادي بتاعي زي ما انتم شايفين كده. نزلت بالكاتشب اهو. هسيبها بقى في التتبيله شويه ونشوف هنعمل ايه. وزي ما انتم شايفين بقى يلا بينا نحط طاسه على البوتاجاز ونشوف نعمل ايه. او زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. الصلصه الجميله دي استنوا بقى. لازم ان انا زي ما انتم سمعتوا الصوت دوت ان انا اعمل اقدح الطاسه. وزي ما انتم شايفين اهو. شايفين بقى بدات ان هي تنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. ممكن ان احنا ان نسيبها كده هي بالفراخ بس من غير ما نحط عليها اي خضار او اي حاجه تمشي. بس انا هنزل كوبايه بصل زي ما انتم شايفين كده. كوبايه فلفل احمر على الوان يعني احمر، اخضر، اصفر، اي نوع حاجه متوفره عندك زي ما انت شايفه كده. ماشي تستوي بس. معلش هحط الا الخضار دوت بس، مش هحط اي خضار تاني فقط لا غير. شايفين بقى هي بدأت تشرب المية بتاعتها ازاي. هنسيبها بس تشرب ميتها خالص. هنروح نشوف نحشي بيها ايه. حشوتنا بقى نعمل الحشوة بتاعتنا. بصوا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي. شايفين بقى ما عادش في ميه خالص كده في الوقت دوت ان هي استوت. هنرفعها بقى. زي ما انتم شايفين انا رفعته كده. يبقى كده في الوقت ده الحشوه بتاعتي خلصت. نبدا نعمل بقى اللي احنا عايزينه. او كده احنا جبنا الحشوه زي ما انتم شايفينها كده. وهنجيب بقى عندنا خبز تورتيلا زي ما انتم شايفينه اهو. اي نوع عيش متوفر عندك. هحتاج بقى جبنه موزاريلا، كاتشب على مايونيز زي ما انتم شايفين.
هحتاج لبن رايب، لبن حليب، بيضة، في ملح، فلفل، بطاطس. تمام. تيجي نعمل ايه الكفر بتاع التغطية زي ما انتم شايفين اهو اهو. عايزة اجيب طبق اكبر اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنزل ايه بقى بالملح والفلفل الاسمر. زي ما انتم شايفين اهو. هركنه كده على جنب. هجيب بقى ايه العيش بتاعنا بالحشوه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. ممكن انزل الاول الجبنه كده، انزل بايه بالحشوه بتاعتي كده اهو. تبقى ايه دي كاتشب على مايونيز. ممكن برضو طالعه كده من فوق تمسك معايا. هبدأ الفها كده اهو زي ما انتم شايفين. دي بقى ايه معلقه دقيق على معلقه ميه زي ما انتم شايفين اهو. بقفل بس بيها ايه الرغيف بتاعي زي ما انتم شايفين. شايفين بقى. كمل بقى كل الكميه حشي وارجع لكم. عامل زي ما انتم شايفين كده سندوتش تاني. ننزل بالحشوه كده بطاطس جبنه برضو. اقفلها كده الجناب زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين اهو. شايفين بقى. زي ما انتم شايفين كده انا هنزل ايه بقى في اللي انا عملته. بعدين هروح نازله ايه نجي حاجه كريسب عندك. انا زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكميه زي ما انتم شايفينها. احط بقى زيت غزير وهبدا احمرها. شايفين كده انا حطيت طاسه فيها زيت زي ما انتم شايفينه. هنزل ايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هقلبه على الناحيه التانيه شايفين بقى. زي ما انتم شايفين اهو. عايزه احمرها بس كويس كده. انتوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بجد تستاهل انك تجربيها وتعمليها. شايفه بقى
اهي الجمال والحلاوه. يلا بقى افرجها على ورق المطبخ. انتوا شايفين بقى اهي، بجد تستاهل ان انا اتعب نفسي واجربها، خطيره. فين بقى يا جماعه؟ انا لسه مخرجاه زي ما انتم شايفينه كده من الفرن.